نتائج الفريقين في الاربع مباريات الاخيره الموسم قبل الماضي. لقاء الذهاب انتهى بهدف لميتين، الجيش الملكي سجلوا رضا سليم والكونغولي بين مالونغو سجل لفريق الرجاء. لقاء اياب 3-2 لفريق الرجاء بين مالونغو سفيان الرحيمي ومحمود بن حليم في الوقت الرابع. حليمات ورضا سليم سجلوا هدفين لفريق الجيش الملكي. الموسم الماضي لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الايجابي هدف لميتين بين الفريقين، رضا سليم لفريق الجيش الملكي وحميد حداد لفريق الرجاء. في الوقت اللي لقاء اياب الرجاء شاهد هدف اللي سجل الفريق. تبعد المحاوله، فرصه لبدايه فريق الرجاء ولكن باش خدا الكره. هنا المراوغه الثانيه الثالثه ثم الخطا زكريا الهبطي ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. تدخل ربيع حليمات لبدايه فريق الجيش الملكي من الجهه اليمنى، محاوله التمرير، تدخل الدفاع وابعاد الكره. في الوقت تبعد المحاوله مشات الكره في الجهه اليمنى. لعب طيب انطلاقه ديال الهبطي بالجهه اليمنى، زكريا الهبطي تدخل والكره في الشرط لفائده تبعد المحاوله، ترفعت الكره، فرصه لفائده فريق الرجاء. حمزه خابا وتسديده، تدخل الدفاع دائما خطوره، تسديده محمد زريده وابعاد الكره مره اخرى تعود لحمزه خابا واصابه. نتابع هذه المحاوله، مشات الكره بالجهه اليمنى عند اللاعب زكريا الهبطي، خطا الكره، بحث على المسانده محمد مقعازي. لاحظوا الثنائيه مع لاعب يسري بوزوق، صارت الكره لحمزه خابا، سدد بكل قوه، تدخل الدفاع مره اخرى محمد زريده وابعاد الكره من طرف الدفاع ديال الفريق الجيش الملكي. يمكن نعتبروا هذا اول تهديد بالنسبه لفريق الرجاء لمرمى. تبعد المحاوله واللاعب محمد مقعازي، وصلت الكره، فرصه تسديده ومره جانبا، فرصه بواسطه اللاعب محمود بن تيك، وصلت الكره لمحمود بن تيك الذي يسدد الكره مشات جانبا من مرمى الحارس محمد باعيوب. محمود بن تيك سابق لفريق الاتحاد البيضاوي. لاحظوا التسديده مرات جانبا، قلت بانها تقريبا كل الدرجات ديال المركب الرياضي محمد الخامس صبحت الان مملوءه بجماهير. جوزيف كيدي، محاولة التمرير امامه اسماعيل مقدم. جوزيف كيدي بزكريا، خط الامامي، تفلت الزاويه، تلعبت الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه والكره خارج ارضيه الملعب. ضربه مرمى رضا سليم كي مره في اتجاه ادم النفاتي. رضا سليم محاوله التمرير، تدخل وابعاد الكره لسياسه اقحام لاعبي خصوصا اكاديميه فريق الجيش الملكي. فرصه العرضيه، تسديده ادم النفاتي وتدخل الدفاع. اذا فرصه لبعد فريق الرجاء. حمزه خابا، انطلاقه ديال حمزه خابا، محاوله الدخول داخل منطقه الجزاء. حمزه خابا شو يعمل، كيمرر، فرصه لبعد فريق الرجاء وتدخل الدفاع. تدخل الدفاع وابعاد الكره للشرط. كانت محاوله لحمزه خابا، خطا الكره، الدخول داخل منطقه الجزاء، تمرير ولكن تدخل الدفاع. كان البحث على لاعب زكريا الهبطي في الوقت لتدخل الدفاع الذي يبعد الكره والجيش الملكي. ونتابع هذا الحماس على مستوى المدرجات. جماهير فريق الرجاء نفذ الخطا من اسماعيل مقدم لمشعب عراسي. محمد بن سيتي تبعد الزاويه، لعبات الكره، فرصه لبعد فريق الجيش الملكي، تدخل وابعاد الخطوره. كانت تمريره من طرف على مستوى الوسط. هناك انطلاقه ديال زكريا الهبطي على مستوى الجهه اليمنى. زكريا الهبطي كره سريعه جدا بالفعل، كتخرج خارج ارضيه. مرة أخرى محمد زريد على مستوى الجهة اليسرى، ترفع الكرة داخل منطقة الجزاء. كان البحث على حمزة خابا من جديد لفائدة فريق الرجاء. رضا سليم، السرعة ديال رضا سليم، غادي يحاول انه يدخل داخل منطقة الجزاء. فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي. رضا سليم فقد التوازن ديالو. رضا سليم واتي البحث على اللاعب رضا سليم. الجيش النجومية حمزة خابا، تمرير في الجهة اليمنى. زكريا الهبطي، هذه فرصة لفائدة فريق الرجاء. حمزة خابا حاول يرفع الكرة. زكريا الهبطي، فرصة زكريا الهبطي يتمكن من تسجيل الهدف. فرحه كبيره للاعب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. تابعنا المحاوله بالجهه اليمنى، تمريره من حمزه خابا، وصلت الكره لزكريا الهبطي اللي خدا الكره بشكل ممتاز في الصدر، يسدد بالرجل اليسرى، يضع الكره في مرمى الحارس محمد باعيو. نتابع هذه الفرحه الكبيره لجماهير فريق الرجاء بهدف اول اللي كيجي تقريبا 5 دقائق على بدايه هذه الجوله وهذا الشوط الثاني. نتابع رده فعل الفرنسي فرناندو دا كروز. تمريره في الجهه اليمنى، نتابعوا اقرب لربيع حليمات، استرجع الكره من طرف لاعبي فريق الرجاء. حمزه خابا، تبعد فرصه، بوزوق ولكن
نتابع خدا الكره في الوقت كان انطلاقه ديال حمزه خابا، خلى الكره ليوسف بوزو، خدا الكره بالصدر ولكن الكره كانت طويله شي علبه. رضا سليم ترفع الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه تدخل الراسيه، خروج الحارس انس ازنيتي، والكره كتخرج خارج ارضيه الملعب. بالفعل الحكم المساعد رافع الرايه والكره بيد رضا سليم لعبت الكره مباشره ولكن مشات فوق المرمى. رضا سليم بعيده، نتابع الصوره، لاحظوا الكره كانت دائريه ولكن كتخرج خارج ارضيه الملعب. في الوقت كنتابعوا هذا الخطا، الراسيه، ابعاد بدل كل ما عنده، تبادل المحاوله ادم النفاتي والكره في الزاويه. غادي ينفذ هذه الزاويه، لعبت الكره دائريه، الراسيه، تدخل حمزه خابا هو اللي كيبعد الكره ويبعد زكريا فاتي لرضا سليم. رضا سليم حاول يمر اتجاه لاعب ادم النفاتي، تدخل ديال اللاعب يسري بوزوق، لانه جميل تابعوا انه هناك الاهتمام بالتأريخ، انتصارين خارج الميدان وثلاث تعادلات، هذوما النتائج في الوقت كانت جوله 12. حمزه خابا كيمر اتجاه لاعب زكريا الهابطي، المطالبه بلمستين، كان تدخل فريق الرجاء. هنا كتابعوا المحاوله، لاحظوا الكره لمست الوجه ديال ايمانويل، لم تلمس اليد. هنا التدخل امام اللاعب ربيع حليمات. جديد هذه المحاوله، تدخل ديال محمود بن تايك، الحكم شاف ان رضا سليم يمكن يلمس الكره. رضا سليم ذكاء كبير صراحه. رضا سليم صعود مونتيرو بورغيس، تواجد حاتم، ترفع الكره، البحث على الراسيه، دائما الخطورات، تسديده مرات جانبا، تسديده تابعوا من جديد هذه المحاوله. زيد ديال عبد الراك كيبقى التسديد، كذلك حل من الحلول اللي لازم اللاعبين كذلك كانوا يبحثوا عليه. تمرير عند رضا سليم، فرصه لفائده الفريق الجيش الملكي، فرصه وتدخل، كانت فرصه لفائده الرجاء.